مدام نوال، شرمندر عندك في المطبخ، انا لسه جايبه دلوقتي. اه. اولا بعد ما اصطلحنا مع مدام نوال، احب اشكر موري الشخصيه التانية بعد نجاح فيديو بوكيمون جو الاولاني، واحب اقول له انت كفيت ووفيت وعملت الشخصيه اللي في الكرتون صح واديتها اداء عالي، واحب اكمل معاك بس بنظريه الناس الكبيره. الناس الكبيره شايفانا ان احنا ناس تافهه، ناس ما عندناش مسؤوليه، ناس ماشيه في الشارع زي المتخلفين، بيدوروا على حاجه مش موجوده. طيب تمام. الواحد يمشي مكسوف ان هو فاتح اللعبه وماشي بيها، الناس تضحك عليه او تبصله بنظره مش كويسه. تمام. ناس تانية تيجي تقول لك اصل هو موضوع تجسس وهيفضحونا وبتاع. معلش متزعلوش مني، حد لو اتفرج على فيلم ليلة سقوط بغداد هيفهم قصدي ايه. هما لو عايزين يعني يعرفوا انت بتعمل ايه في اوضه نومك هيعرفوا. انت مفضوح دوليا اصلا يعني. تالت نقطة، ست الكل اللي تقول لك لا انت تخبط في عمود، انت تتكعبل تقع في بلاعة، تقع في حفرة. احنا مش مساطيل اول الدرجة يا ست الكل يعني. دي من نظرة الكبار. نظرة جيلنا بقى، احنا واحنا اطفال كنا بنستنى الحلقة للحلقة بفروغ الصبر. تصحى الصبح تلاقي بوكيمون معاك كده، حاجة عالم تاني، حياة تانية. كنا بنتمنى ان هي تبقى حقيقة. طبعا غير بقى الورق والحاجات اللي كانت بتطلع في الشيبسي والكلام ده، طبعا كان الواحد بيبقى عنده مخزن. فبعد ما بعد 20 سنة تظهر ان انت تحس بقى ان انت فعلا في العالم ده، معلش ادونا فرصتنا. الفايدة من الموضوع، الواحد عشان نحل موضوع ست الكل، حط السماعات في ودنك، شغل اللعبة، حطها في جيبك وافضل ماشي. اول ما تحس بالفايبريشن طلع التليفون، مكان بقى بوك ستور، بوكيمون، مع نفسك. تقف في حتة بعيد عن الشارع، تقف في حتة كده استكانيوس، تفتح التليفون، تخلص ليلتك وحطه في جيبك تاني وتفضل ماشي. حلينا موضوع ست الكل. تاني نقطة، انا عندي احسن لي ان انا افضل ماشي بالكذا كيلو للهبل في الشارع ومنها رياضة، احسن ما اقعد على القهوة اشرب شيشة او اشرب سيجارة. ايه ده؟ ماشي، اشرب شيشة او اشرب سيجارة او امارس عادة مش كويسة. تالت نقطة والاهم، بوكيمون ده اصله ياباني، والتكنولوجيا الياباني ما بتأذيش حد. يا مدام نوال، بيكاتشو في ميدان التحرير، بينا على ميدان التحرير.